سلام شباب، كي داير مزيان اونفور على احسن حال. اليوم غادي نهضروا على خبيرات السوق وعلى انتقالات اللاعبين الشتويه وكذلك انتقالات ديال المدربين للمنتخبات. ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب لاشين وديروا كومونتير. ويلا، هناك اخبار في الصحافه الفرنسيه بان زياش غادي يكون نادي باريس سان جيرمان. الصراحه كنشوفها صفقه مميزه، غتكون اضافه كبيره للاعب وللنادي. احسن حاجه غيرها من ديك تشيلسي ويلعب مع نجوم امثال حكيمي مبابي ميسي ونيمار. غتكون احسن حاجه ليه. ما كاين غير السقاء والسخاء. نتمنى يبقاو يعتمدوا عليه، وحتى الاعتراف الفريق الباريزي يلعبوا معاه كره ماشي بحال التهميش اللي شي وقع الحكيمي مع ميسي ودي ماريا سابقا. كانوا قالبين ارجنتين غير بيناتهم ولاد الناس. وناحي المارسيليا رسميا ب 8 المليون غيلبس الرقم 8 مع نادي مارسيليا، رقم اللاعب السابق البرازيلي جيرسون. السلام، هذا ميساج لكاع المغاربه اللي كانوا تيصيفطوا لي ميساج فين غادي تسيني فين غادي تمشي. سي بون، انا دابا سينيت في مارسيل. شكرا على السوتيان ديالكم، شكرا على لي ميساج ديالكم، وان شاء الله تو فا بيان سباسي. حسب الصحفي الشهير المغربي أشرف بن عياد، برشلونة تواصل اليوم مع وكيل أمرابط ماشي مع اللاعب وفيورنتينا فقط. هناك اهتمام قبل البارسا، لكن لحد الآن العملية صعيبة. برشلونة عنده علاقة جيدة مع وكلاء أعمال أمرابط، لحقاش هما نفس وكلاء ديست. اليوم قد يكون هناك عرض من البارسا لفيورنتينا، وديك الساعة غيجي الرد للنادي. كانت بعض الأخبار كتشير إلى انتقال وليد شديرة من باري إلى نابولي الإيطالي. لحد الآن ما كاين والو. اللاعب مازال مع باري المنتمي للسيري بي الإيطالي. كذلك كانوا الصحف كيقولوا أنه ينتقل لنابولي، وفي نفس الوقت غيبقى مع باري بنظام الإعارة. نتسناو السوق الصيفي ونشوفوا باقي الأخبار. خرجت في الصحافة الفرنسية في الأيام الماضية أن النادي النيس كيرغب في التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري. العملية معقدة، لكن النادي مصر بأنه غيحسن العرض ديالو بالظفر بخدمات اللاعب النصيري. من يوم قال المدرب الأرجنتيني سان باولي أنه النادي كيبحث على مهاجم جديد وهو كيحقق أرقام جيدة، ما كاين غير الهاتريكات والثنائيات. صراحة النصيري في الأيام الماضية كيحقق أرقام ممتازة، خصوصا بعد مونديال قطر 2022. وبالنسبة لإسماعيل بن ناصر الجزائري، جدد العقد ديالو مع اي سي ميلان حتى 2027. الصالير 4 مليون اورو الموسم الواحد، قيمة كسر العقد 50 مليون اورو. بن ناصر انضم لاي سي ميلان سنة 2019 قادما اليه من نادي امبولي الايطالي. لعب مع اي سي ميلان 129 مباراة. الصراحة المنتخب المغربي ضيع فرصة تمثيل اسماعيل بن ناصر، وكان ممكن يقدم الإضافة مع مرابط في خط وسط الميدان. تخيل بن ناصر ومرابط في مليون المغرب، صافي سداس خلاها الركراكي. اسكو وقع رسميا مع يونيون برلين بعقد حر، فريق اللي كيحقق نتائج جيدة في الدوري الألماني خلف بايرن ميونخ. الحدود الآن عندهم 36 نقطة، مع العلم أن بايرن ميونخ عندهم 37 نقطة. نتمناو اسكو يلقى راسو مع الفرقة المنتمي إليها حديثا ويقدم مستوى جيد عكس مستوياته مع الريال في السنوات الماضية. الصراحة حزين على اسكو من الحالة اللي وصل ليها مع الريال، وهو اللي كان كيقدم حوايج زوينه في مواسم 2016 2017 2018. هناك اخبار كتقول ان جورجينيو ممكن يوقع لارسنال. الارسنال اللي قدم عروض جيده في البريمير ليغ وكيحتلوا المركز الاول ب 50 نقطه، مع مباراه مؤجله الا فازوا بها غيوسعوا الفريق مع السيتي ب 8 ديال النقاط. الصراحه الغانرز غاديين بخطه ثابته نحو التتويج باللقب اللي غاب عليهم من 2004، اي 19 سنه غياب على الفريق. انزو فرنانديز الارجنتيني لاعب بنفيكا الى تشيلسي، الصفقة تسير بشكل جيد. اللاعب اللي توج بكأس العالم مع الأرجنتين وتوج بجائزة أحسن لاعب شاب غينتقل إلى تشيلسي بقيمة الصفقة 130 مليون أورو. هاد الأيام الصراحة وقع تضخم في أرقام سوق الانتقالات، كتسمع غير 100 مليون و120 مليون. لا يمكن الأرقام فلكية اللي ولات تصدر في السوق، لا يمكن الصراحة. تشيلسي كذلك على التعاقد مع ديفيد فوفانا حتى العام 2029 مع خيار تمديد الموسم آخر قادما اليوم من الدوري النرويجي من نادي مولدي اللي أول مرة نعرفه الصراحة. كانسيلو البايرن من السيتي رسميا. كنا سمعنا أن كانسيلو عنده مشاكل مع غوارديولا في السيتي، وأن اللاعب من الجلوس في الدكة. كنا كنعرفوا الإمكانيات ديال اللاعب، لذلك بزاف ديال المدريديستا طالبوا بيريز بالانتداب ديالو، خصوصا في عز أزمة الريال مع الأظهرة في الفترة الماضية من بعد ما تصاب كارفاخال ميندي فاسكيز وألبا. وشفنا انسيلوتي كان كيعتمد على كامافينغا اللي يلعب في المونديال مع منتخب فرنسا كظهير ايسر، ونفس الشيء قام به حتى مع الريال. وشفنا اللاعب كاما قدم مستويات كبيره في هذا البوست، فقلنا لما لا انتداب كانسيلو في هذا البوست والاعتماد على كاما في البوست ديالو الاصلي اللي هو وسط الميدان، ويعوض نيت شواميني اللي غاب بسبب الاصابه.
تخيل بايرن عندهم ديفيز ومع ذلك استخدموا كانسيلو. وشوف راه الحماقه صاحبي، بيريز ما بقاش قرش ولا سريدينا صافي. ايضا البايرن اللي عودتنا بتعاقدات مجنونه لا في السوق الصيفيه ولا في السوق الشتويه، تعاقدوا مع المدافع الهولندي بليند بعقد مجاني قادم ليه من نادي اياكس الهولندي بعد ما فسخ العقد ديالو معاهم بالتراضي، ووقع رسميا مع بايرن ميونخ لمده 6 اشهر لتعويض الظهير الايمن المغربي نصير مزراوي وكذلك المدافع بافار اللي ما بقاش النادي البافاري كيعتمد عليه كما السابق. بعد الاخبار كتقول ان بافار ممكن ينتقل الى برشلونه من بعد ما طلب الرحيل من بايرن ميونخ. اما فيما يخص اللاعب ميلان سكرينيار رسميا وقع مع نادي باريس سان جيرمان ابتداء من الموسم القادم. هذا الاخير اللي باغي يستخدم اللاعب سكرينيار من فتره الانتقالات الشتويه، لكن اللي خلى الانتقال مازال ما كملات وما ان الفريقين الانتر وباريس مازال ما كملوا الاتفاق. وكذلك قال اللاعب انه واجد من الان باريس فقط يستنى الاتفاق بين الفريقين. منفذ ديباي للاتليتيكو رسميا تمت الصفقه بقيمه ديال 3 مليون اورو قادم لي من برشلونه، كذلك اللي ما نجحش معاهم كما ينبغي الصراحه. النجاح ديالو مع الاتليتيكو غير مضمون، خصوصا اننا كنعرفوا سيميوني مدرب دفاعي محض، وخصوصا مع وجود موراتا ممكن يكون بديل ليه. شارك اللاعب في المباراة الماضية ضد الريال واللي انهزموا فيها ب3-1 في كاس الملك. رسميا انتقال جواو فيليكس من فريق اتليتيكو صوب الفريق اللندني تشيلسي، وشفنا ان اللاعب جواو اول مباراة ضد فولهام تم الطرد ديالو ببطاقة حمراء لسوء حظ اللاعب وغاب لمدة 3 ديال المباريات. يا ودي غير سخن بلاصتك، انت مازال الماتش الاول ليك خديتي حمراء ويلي يا صاحبي واش من نيتك. ناس ديلي ميل انهم بعد توقع مع اللاعب كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي بغى التوقيع مع ماركو رويز اللي غينتهي العقد ديالو مع نهاية الموسم. كذلك نادي النصر السعودي بغاو التوقيع مع ايدن هازارد في الصيف من بعد ما طلب المدرب الفرنسي رودي غارسيا. اللاعب هازارد اللي كل مره يلعب رسمي كيخرج لنا شي مدريدي يقول لك اليوم غادي تشوفوا 80% من اللاعب، اليوم غادي تشوفوا 70، اليوم غادي تشوفوا 60. يا ودي واش هذا لاعب ولا ايفون؟ حمقتونا صاحبي. المهم كانوا بزاف ديال الصفقات وانا حاولت نجيب غير الصفقات المهمه باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب للشيت وتخليو لينا كومونت باش تشجعونا. وبيس.